العلبة دي فيها ايه؟ معرفش. لا تعرف. بقولك معرفش. بقول لك تعرف. اتكلم. العلبة دي فيها ايه؟ هو انا بلهجن؟ العلبة دي فيها احلى واطعم فسيخ عشاق ناس كتير هتعملوه معايا بطريقه سهله وبسيطه خالص، وهتاخدوا النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. حاجه كده زبده تستحق التجربه يا حلوين. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا بقى اقول لكم الملح المظبوط وايه اللي المفروض تعملوه مع السمك علشان تاخدوا النتيجه دي. اول حاجه بتجيب السمك ما يكونش سمك كان عليه تلج قبل كده، وبعد كده بتغسليه كويس تحت الحنفيه. نضفي الخياشيم كويس تحت ميه جاريه، تحطيه في مصفى وتخلي بوزه كده لتحت زي ما شفتوا معايا علشان يتخلص من اي دم زياده فيه. طبعا انا حطيته من بالليل، هسيبه لتاني يوم علشان يتخلص من الدم زي ما اتفقنا وينفخ معايا كده. ده علشان اللحم يطلع معاكي بكل سهوله زي ما شفتوا معايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ضروري جدا تغطيه لان لو اي حشره وقفت عليه هيدود معاكي علشان نبقوا متفقين. ما شاء الله كده انا حكمت الغطا كويس، خليته مغلق يعني. وبعد كده بقى تاني يوم تعالوا بقى نشوف مع بعض. طبعا الريحه مش بتبقى الطف حاجه. هنا ما شاء الله شايفين بقى بدأ نفخ معايا حجمه الضعف، وده الدم. علشان كده انا حطيت في الطبق اللي انا حطيته تحت المصفى علشان الدم ينزل فيه وتستبعديه تماما ما يبهدلش معاك الدنيا وكده. مناديل المطبخ بقى ضروري جدا الحركه دي. برضو بيبقى فيه بعض بواقي كده، فانتي امسكي كده مناديل المطبخ ومن الخياشيم ومن البق بتاع السمكه تتخلصي برضو من اي دم موجود فيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صدقوني هيبقى احلى واطعم من اللي بتجيبيه من بره، وانت ضمناه كمان زي ما اتفقنا مش هيقف عليه اي حشره ولا تعرضيه بقى للشمس ولا اي حاجه بالطريقه دي، وان شاء الله هيعجبكم. اول خطوه بقى الملح ده اسمه ملح رشيدي او ملح بحري، مش بتاع الاكل. ده يختلف، بيبقى خشن خالص، بتجيبيه من عند اي عطار. هقول لكم مقدار السمك ومقدار الملح. نزلت بمعلقه شطه بودر بتخلي معاكي اللون حلو وبتخلي السمكه برضو طعمها حلو معاكي. حطيت معلقه بابريكا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والشطه كمان في الحر وكده ما تخليش السمكه تفسد معاكي، بتحافظ لك برضو زي ماده حافظه هي وورق الغار او ورق اللورة حسب ما بتسموه. بتقطعيه بيبقى ناشف معاكي كده، بتقطعيه برضو وتخلطي كل ده مع بعضه. الكركم زي ما اتفقنا والشطه والورق اللورة، كل دي مواد حافظه وبتساعدك على لون حلو كمان في السمكه. ما شاء الله. هنا تعالوا بقى شوفوا معايا. هتجيبي علبه تكون ناشفه تماما، غسلاها ومعقماها ما فيهاش اي ميه. بترشي رشه كده في القاع بتاع العلبه. طبعا انا العلبه اللي كانت معايا كبيره قوي، تقدري لو عندك علبه صغيره تقدري تحطي فيها. ما شاء الله هنا بقول لكم ما فيش نقطه من السوائل موجوده في السمكه. ده ضروري جدا بالنسبه لي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكل كيلو سمك يا حلوين نص كيلو من الملح. يعني انا كان معايا 3 كيلو ونص من السمك، استخدمت لهم ملح 2 كيلو الا ربع بالجرامات، 1750 جرام من الملح بالميزان لازم توزنيه. السمك اللي كان معايا ده الثلاث سمكات كيلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حابه اقول لكم كل المعلومات علشان تعملوا معايا احلى فسيخ مضمون في البيت. واهم حاجه بقى تحشي الخياشيم بتاعته كويس، والبق بتاع السمكه يعني تضغطي بالملح. بصي تبقي ضغطه جامده مش مهويه كده، لان هو اصلا هيتملح من الملح اللي انت حطاه في الخياشيم بتاعته. بالرص عكس بعضه مثلا زي ما انتم شايفين كده، الدماغ عكسها على طول، الديل وهكذا وهكذا. ليه بقى بنعمل الحركه دي؟ علشان السمك معاكي يبقى كده متساوي وياخد تمليحه كله زي بعضه. واهم حاجه الطبقه اللي بنحطها فوق، والاهم من الطبقه اللي بنحطها فوق اللي زي ما اتفقنا بحطها معاكم في الخياشيم وفي البق بتاع السمكه. ما شاء الله كده خلصت كل الكميه. ابداي غطيه، وزي ما اتفقنا بتجيب السمك ما يكونش متلج، لان لو كان سابق له ان هو كان محطوط عليه تلج مش بيبقى حلو خالص. انت تروحي مثلا حد تكون يعني بتتعاملي معاه وموثوق فيه، تقولي له انا عاوزه سمك اعمله فسيخ. طبعا بيختلف حجم السمكيه عن غيرها، يعني السمكيه الصغيره بتتملح بسرعه، السمكيه الكبيره بتاخد وقت وكده. غطيتها، واهم حاجه ما يدخلش هواء للعلبه، وحطيها في مكان يكون مظلم او غطيها بكيس يكون اسود في الاخر. وانا سبته 5 ايام. طبعا بيختلف الشتاء عن الصيف. في الصيف بيحدق معاكي بسرعه، في الشتاء بيختلف وكده. انا كنت حاطاه في الكيس الاسود ده وفتحت عليه فعلا ما شاء الله بعد 5 ايام قلت ابص عليه كده ما شاء الله لقيت طعمه خطير والملح بتاعه مظبوط. طبعا لما هتبداي تاكلي هاتي من اللي تحت، اللي فوق بيبقى ملحه قليل شويه. طبعا الملح ده اذواق،
في ناس بتحبه مالح قوي، في ناس بتحبه عادب، في ناس بتحبه وسط. طبعا لو لقيتي الفسيخ معاكي مالح زياده عن اللزوم مش هترميه. ايه اللي يقلل معاكي الملوحيه بتاعه الفسيخ؟ شويه طحينه حمراء بيفرقوا معاكي جدا مع معلقه زيت، اي زيت بقى نباتي حتى لو زيت زيتون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو دلع وعادب معاكي طبعا زي ما احنا عارفين بنزود عليه ليمون. ببدا ما شاء الله كده، طبعا بتحطي كيس علشان ما تبهدليش الرخامه وكده، وتبداي تفتحيه زي ما انتم شايفين كده. بتخلص من اي حاجه موجوده فيه، وبتخلص كده من السلسله بتاعه السمكه اللي هو الشوك اللي انتم شايفينه طبعا، بس بنوجب معاه قبل ما بنستبعده تماما. اتمنى من الحلوين اللايك والشير علشان اوصلكم مني كل جديد. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي تسعدني المتابعه يا حلوين. وطبعا لو انت عامله كميه زي كده تقدري تنضفيها من الملح بعد ما اتاكدتي ان هي خلاص استوت وملحها مظبوط، وتقدري تحفظيها في الفريزر او تخليه وتحطيه في برطمان او علبه محكمه الغلق مع شويه زيت، تحفظيه في الثلاجه لمده اسبوع. والاحلى ندوق حبايبنا عمايل ايدينا الحلوه. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي تسعدني المتابعه يا حلوين، واشوفكم يا رب على خير.